احلى شباب في الدنيا ماتش الزمالك والحرس. هنخش معلم على التشكيل هتخش معانا نقاش سمكري ما سباك ما تفهمش هو بتاع ايه اصلا. نخش على التشكيل كده ونصلي على النبي ويلا بينا. تمام. اخوك عواد في حراسه المرمى، شحاته باك يمين نعديها له مش مشكله، والونش وصلاح الدين واخد بالك، واخوك عبد المجيد اللي هنبعت له رساله دلوقتي، او يعني هنبعت له رساله، واخوك بنتايج باك شمال مداره هاف شمال اللي هي 3-5-2 المفروض يعني، واخوك فتوح هنشوف هو كان بيلعب فين، واخوك دونجا، واخوك عبد الله، واخوك شلبي، واخوك الجزيري. تمام. بص يا باشا، صلي على جمال سيدنا محمد. حضرتك لو عاوز يعني تبدع وتعمل يعني خلطه سحريه قول لي اقول لك شويه وصفات بسيطه. تمام. انت دلوقتي يا باشا عندك باك شمال، يوم ما تفنن قوي هتلعبه مثلا ايه يعني، انت يعني جاحد هتلعبه مثلا هاف شمال. تمام. ما سلكتش معاه هاف شمال، لو انت بص ما فيش منك اتنين هتروح جاي راميه هاف يمين اللي هو يلعب على عدته كده، مش معايا انت. تمام. لكن تلعبه خط نص ما حصلتش يا كوتش، انا عن نفسي ما شفتهاش. ده انت يعني غلبت اخونا كولر اللي قلبها كنافه هناك. تمام. يعني مفيش كده، ما حدش بيعمل كده في الدنيا خالص. انت بتعمل حاجه ما حدش بيعمل كده، بعدين انت اول ما تتزنق تلعب بثلاثه ورا. طب وبعدين؟ طب انا مش شايف لحضرتك كرامات، انا محتاج لحضرتك كرامه واحده، يا اما بجد خد كرامتك وامشي. تمام. فعايزك تركز كده عشان الفتره اللي جايه دي انت هتتعبنا واحنا هنتعبك. انا مش عارف انت جابوا لك يعني جابوك منين ولا جايبين لك، مش عارف انا. انت جاي علينا مرضيه، انت بترازي فينا، انت قاعد ترازي فينا بس. اللي بيتفرج على الماتش قاعد يعني حتى لو الماتش حلو هو مش طايقك شخصيا، انت في مشكله معانا ومعاك تقريبا، في حاجه ما بيننا وما بين بعض احنا الاثنين مش كويسه يعني. وقبل الماتش بقى حصلت تريكايه كده، تريكايه بسيطه، خد بالك ركز معايا شويه عشان التريكايه دي تقيله شويه. اخوك ناصر ماهر قال لك انا مش قاعد دكه ليه يا باشا، احنا جايبين ميسي ولا ايه؟ صباح الفل يا كابتن نصر، يا كابتن نصر انت جاي عارف انت جاي ليه يا كابتن نصر، فركز معايا شويه. انت لعيب مهم ولعيب كويس ولعيب ممتاز ولعيب جامد ولعيب فشيخ، بس خلاص يا باشا يعني. تمام. بس انا مش متعاقد مع ليونيل ميسي. عادي يا باشا اقعد دكه، ايه المشكله؟ ده على اساس انت يعني مثلا كل ما بتنزل تجيب 6 جوان ما انت بتنزل عادي. يعني انا حضرتك ما شفتلكش برضو كرامات شبه المدرب اللي عندنا. يعني انت لعيب مهاري لعيب كويس بس كرامات حضرتك ما ظهرتش. فيا جماعه يعني يا ريت حتى اللي يعني يحاول يتفرعن، يعني يحاول يتفرعن على حاجه صح يعني يتفرعن على اساس متين، مش يتفرعن وخلاص، مش اللي هو انا حفيد الفراعنه فانت تبقى فرعون يعني. وبصراحه دي حاجه تحسب لمجلس اداره نادي الزمالك اللي ماشي على خطى صحيحه. بصراحه برضه احنا نقول اللي لينا واللي علينا ونركز شويه مع بعض الفتره اللي جايه دي، عشان مجلس اداره نادي الزمالك هيتهاجم من مين ما تعرفش. احنا طول عمرنا كده، اول ما المجلس يمشي صح لازم يمشي. هو كده يا باشا، تجيب صفقات لازم تمشي. فانت لو هتضارب في النانوس عن امه يا ولاد، وهتبقى مجلس اداره ناجح عنه بصفقتين من العيار الثقيل. صفقتين من العيار الثقيل، عادل بولبينا. تمام. واخوك البلايلي، بس البلايلي مش ثقيل قوي يعني، الاثقل منه عادل بولبينا. الزمالك داخل في صفقتين مهمين جدا، وبقول لك عايز يجيب كمان مدافع، ما اعرفش اجيب مدافعين اكتر من كده، كفايه مدافعين، احنا بنلعب بثلاثه وعندنا ثلاثه لا كفايه. بعدين هو تقريبا بيحب المدافعين فهيجيب له مدافعين، فكده تقريبا الراجل ده مكمل معانا، فربنا يستر علينا وعليه عشان هندعي عليه دعاء في الايام المفترجه اللي جايه دي، يعني ربنا يعني يسهل له الحال ويبعد بعيد عننا اللي هو بصراحه خنقنا. بعد كده يا باشا نخش على اللعيبه. تمام. في رسالتين موجهين للاعبين في نادي الزمالك، رساله سلبيه ورساله ايجابيه. نبدا الاول بالسلبيه، بالسلبيات في الاول. اخوك حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد احنا لازم نشوف والده من دلوقتي، لان الموضوع تقريبا بيبقى مرتبط بابوه. تمام. لان بيقول لك في كده واحد قال الشناوي، قال له انت هتجدد وهتاخد زي زيزو، قال له لا انا عاوز اخد زي ابوه. ما هو بصراحه واخد مليون، بيقول لك مش عارف تقريبا خد 700 والتاني خد 300، فالتاني زعل. فالموضوع كبير، الموضوع فلوس باين قوي يعني. الناس ده بقى مش عايزين نتكلم في الماضي، الماضي ده فات عدى وراح، وهنتكلم على تركيز صغيره في زيزو معلش استحملني. تمام. دي رساله للكابتن حسام. ركز في الملعب، انت في عقدك سنتين ونص، بدل ما تقعد بدل ما تقعد وتنزل مع الناشئين تتمرن وتتشال من الجروب زي ما اللعيبه اتشالت من الجروب، وتبقى خلاص يعني مستواك يعني او مش مستواك مستقبلك ينتهي هنا. انا مش بهددك، بس انا عايز مصلحه النادي. تمام. لان انت كمان بتدور على مصلحتك، سنتين ونص وبتفاوض يا راجل، عيب يا راجل، يعني نكبر شويه. اقاويل واكاذيب برجوع المدعو احمد مصطفى زيزو نادي الزمالك. هنا هنقف شويه كتير معلش. احنا مش النادي الاهلي، او سيبك من احنا مش النادي الاهلي، احنا مش جمهور النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي بيفتخر بسبرنت بتاع اخوك امام وهو بيجري في اخر دقيقه، في الدقيقه حاجه و90، فنزلوا له بوست قال لك ده يعني الراجل بيجاهد. واحنا كان فين اللعيب ده لو في مثلا 11 لعيب زي امام؟ مش عارف، انا هموت واعرف انت بتحب 11 لعيب زي امام؟ انت يعني انت مستحمل امام لوحده، انت عاوز تتشتم 11 مره غيره؟ انا مش فاهم بصراحه، بتعملوا حاجات غريبه ما حدش فاهمها خالص. فاحنا عايزين 11 واحد زيه، عشان لو في 11 واحد زيه هنعمل كده يعني. وانا بحمل رساله لمجلس اداره نادي الزمالك،
احب اقول لك احنا مش عايزين زيزو، ولو جاوا عليه فلوس يعني هو رجع وحطيته عليه فلوس، فاحنا مش عايزين زيزو. زيزو بالنسبه لنا لعيب انتهى خالص، مش عايزين منه اي حاجه. زي ما قلت لك احنا مش جمهور النادي الاهلي، احنا ما عندناش مشكله مع نفسينا، احنا متصالحين مع نفسينا. فبلاش موضوع رجوع زيزو ده، ولو الموضوع ده لا قدر الله لا قدر الله بجد صدقني ما حدش هيشجع الزمالك طول ما زيزو موجود. اللي بيبيعنا اكيد بنبيعه. وهو لو اعتبرنا ان الموضوع ده صح وهو راجع ندم والكلام ده، لا يا باشا خلاص اتكل على الله، انت اخترت مستقبلك روح الله يسهلك، ده احنا سمعنا ان انت ماضي اصلا من شهر واحد. فاتكل على الله، اتكل على الله وسيبنا في حالنا واحنا نسيبك في حالك، وخلصت الحكايه والقصه خلصت، فما تطولش وتمط فيها. ليه بقى؟ عشان احنا كرهناك على الدغري. انت عامل فيلم يعني انت بتضحك على النادي الاهلي، هتجيب لنا فيديوهات وانت مثلا بتقعد معاهم مصورهم وبتضحك عليهم؟ مفيش الكلام ده يا باشا، انت اخترت الجني، اتكل على الله يا عم وسيبنا في حالنا. احنا يا باشا خلاص خسرناك وانت خسرتنا قوي. اللي بيطلع من نادي الزمالك هو الخسران والله يا جماعه، بما يرضي الله. انت خدت فلوس، انت ليك 70 مليون، ليك فلوس بتاخدهم. اي لعيب في نادي الزمالك بياخد فلوس يا جماعه تاني، ما بيتنصبش عليه في الفلوس. فاحنا ما عندناش مشكله انك تدي لعيبه فلوس، ما انت بتوقف لك كده وبتدفع، فانت هتاخد فلوسك هتاخد فلوسك. انت رحت النادي الاهلي ليه؟ مش عايز اخش في التفاصيل، روح الله يسهل لك ويسهل لنا يا رب. نخش بقى على سيدات نادي الزمالك النهارده توجوا ببطوله افريقيا للطايره على حساب الننوس. فبحييكم وبقول لكم ألف ألف مبروك، ودايما في أحسن وأحسن. يا ريت جمهور الأهلي يدعي لجمهور الزمالك إن هو عرفه إن في ألعاب رياضية تانية في النادي الأهلي غير كرة القدم. يعني في جماهير كتير جدا برضو ربنا يكون في عونها، يعني كانت مفكرة إن النادي الأهلي ده كرة قدم بس، كانش فيه ألعاب تانية. صدقني ما بهزرش، اسأل أي كده واحد أهلاوي قول له مثلا لا يا باشا، انا اقول لك انا كنت بشجع الكوره، كنت فاكر النادي الاهلي الالعاب الرياضيه كره القدم بس. فادعوا لنا ان احنا فرجناكم على طايره، فرجناكم على سله، فرجناكم على يد. ادعوا لنا يعني عادي، إيه المشكله لما يكون حد صاحب فضل عليك وتقول له انت صاحب فضل عليا؟ عادي جدا مش مشكله. فانت لازم تقول لي انت ان انا صاحب فضل عليك ان انا فرجتك على العاب تانية. بقى ليك نفس، بقيت يعني مش عايز اقول جمله تانية، بس بقيت يعني بقيت بتشوفه بقى المنتاليتي بتاعك عالي، وبقيت بتبص على دوريات تانية في سلة وطايرة وقدم وكده، بقيت متفتح يعني، الله أكبر عليك يعني. ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. سلام عليكم.